بداية الأمر نبغيك تعرف باللي هذا المقطع ماشي باش نضحكوا على صحاب التيك توك ولا نديرو شي رياكشن على المحتوى اللي فيه. هذا المقطع فيه واحد المحتوى مهم بزاف واللي هو التأثير ديال السوشيال ميديا وخاصة التيك توك على الصحة النفسية والعقلية ديال الإنسان. تيك توك كلنا عارفين باللي هو الرقم واحد عالميا واكثر تطبيق كيأثر على الصحة النفسية والعقلية ديال الانسان، وكاينين بزاف ديال الدراسات اللي دارت على هذا الموضوع هذا وغادي تلقاو اللين في الديسكريبسيون لتحت. تيك توك هو واحد البرنامج اللي بان في 2018، واول انطباع كان عند الناس على هذا التطبيق انه واحد التطبيق ترفيهي وما كيأذي حتى واحد، ولكن انا غادي نقول لك شنو هو التيك توك بالضبط. تيك توك عزيزي المشاهد هو عبارة عن بروباغندا عملاقة كتخدم واحد الأهداف معينة. سياسة البروباغندا دارتها بزاف ديال الممالك والدول على مر التاريخ باش تقنع الشعوب ديالها بأفكار معينة، وأنا غادي نقول لك علاش الصين بالضبط كتستخدم سياسة البروباغندا في تيك توك. انت فاش كتفتح تيك توك وكتبدا تتفرج في مقاطع قصيرة لا تتجاوز المدة ديالها 30 ثانية، العقل ديالك كيتبرمج على أنه ما يركزش أكثر من هذه المدة، وغادي يتبرمج على أن أي محاضرة ولا أي مقطع فيديو طول من دقيقة واحدة ولا 30 ثانية ما غاديش يستاهل الوقت ديالك وغادي غير تضيع فيه الوقت. وبالتأكيد غادي تكون لاحظتي باللي فاش كدوز شي ساعة في التيك توك مثلا وكتبغي تجبد تراجع الدروس ديالك ولا تحضر لشي مقطع تعليمي في اليوتيوب، كتحس بواحد الملل قاتل وكتحس باللي راك داخل في حرب مع عقلك غير باش دير شي حاجة بسيطة المراجعة ولا الصلاة مثلا، بكل بساطة لأن العقل ديالك تم التلاعب به. حنا كبشر التركيز هو أهم حاجة عندنا، لأن التركيز هو الأساس اللي كيخلينا نسيرو حياتنا اليومية واللي كيخلينا نتعلمو ونبنيو في العلاقة ديالنا، لأن التركيز بكل بساطة هو الأساس اللي كيخلينا نسيرو حياتنا اليومية واللي كيخلينا نتعلمو ونبنيو علاقات. بلا تركيز ما غاديش يكون عندك انضباط نفسي، وبلا انضباط نفسي والاستمرارية فأنت مستحيل دير شي حاجة في حياتك. العواقب اللي كتجي مورا هادشي هي أنك غادي تبقى تشوف راسك واحد الإنسان اللي هو فاشل، ما عندك حتى شي هدف في حياتك. هادشي عزيزي المشاهد غادي يزيد نسبة الاكتئاب عندك وغادي يخليك إنسان ضعيف وواحد الشخص اللي فاقد الأمل في راسو، وواحد الإنسان اللي لا حول له ولا قوة. كتقيل النهار كامل كتشكى من الخدمة والتمارين اللي كضرب. عوض عزيزي المشاهد ما تشكى من الوقت اللي كتضيع في الخدمة، خاصك تشكى من الوقت اللي كتضيع في التيك توك. كاينين الناس كيجلسوا بالساعات وهما فاتحين تيك توك ومنغمسين في هذا المستنقع. الوظيفة على الأقل اللي كتشد منها فلوس مقابل الوقت ديالك، ولكن تيك توك كياخذ منك الوقت فابور وكيهلك صحتك النفسية والعقلية. هادشي بلا ما نهضروا على الاستغلال الجنسي اللي كيتعرضوا له الأطفال على هذه المنصة، وبلا ما نهضروا على أنه كيخلي الإنسان منعزل عن الواقع، وبلا ما نهضروا على الكمية ديال الكرينج والنرجسية اللي فيه. خلي راسك ووقتك أولوية عندك، حط راسك قدام الناس التانيين. إلا ما قدرتيش راسك وما عطيتيش لراسك اهتمام حتى واحد ما غادي يقدرك وحتى واحد ما غادي يحترمك.